عشان نعمل تكوين ما بجيبش العناصر كده مثلا واجي حاططها واجي لازقها كده واقول ايه يلا بينا نرسم. فترتيب العناصر هو ليه اشكال كتير جدا. زي ايه مثلا انواع التكوينات؟ ممكن اعمل تكوين يبقى حرف ال مثلا، احط عنصر زي ده احط جنبه مثلا العناصر دي. وممكن يبقى تكوين دائري مثلا، يعني احط العناصر كده، ممكن نحط دي مثلا كده. تكوين دائري ازاي؟ يعني عيني لما بتبص على التكوين بتبتدي تتحرك كده ما بين العناصر دي وتلف كده والاقيها بترجع تاني لنفس العنصر. ممكن احط التكوينات مثلا العناصر دي كده اهو على صف واحد، بس اغير في اللاين اللي هما محطوطين عليه كده. بتجنب بقى بعض الحاجات، بتجنب ان انا اعمل مماس، ده اسمه مماس، ان انا الزق العنصرين في بعض. فبتجنب ان انا احط العناصر بالشكل ده، لكن ممكن احطها كده عادي تشتغل واحط جنبها عنصر تاني. براعي بعض الحاجات بقى، ان العناصر ما تبقاش كلها اطوال واحده وما تبقاش على خط واحد.